بصح كاينه حاجه هنا. شوف كي تحط الخطوه الاولى برا، اول خطوه كيما رانا هكا تضربك السخانه، تدوخك سخانه كبيره برا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله اخواني الكرام. اذا هناك عده طرق باش تتحصل بها على مصحف مجانا وانت في العمره. من بين هذه الطرق هي الاتيه: في جمعيات مثل هذه الجمعيه اللي راني نصور فيها هنايا، يسموها جمعيه وفود الحرم. هذه الجمعيه تدور من فندق لفندق، من فندق لفندق، وتجي تقدم المصاحف مجانا ليك وللعائله تاعك. ارفد المصاحف اللي تبغي، مكاش اللي يحوس عليك. ها هي وين مشروع توزيع المصاحف على ضيوف الرحمن. خذ نسختك بالمجان، تدي ليك نتايا، تدي للعائله تاعك، تدي هدايا، مكاش اللي يحاسبك. ولكن هو يقول لك يا اخي حكم ضميرك فقط، خذ ما تحتاجه. هكذا خوتي، انا هاي النسخه تاعي اللي ديتها. فوالا، حنا رانا في فندق سيف اليماني اللي جاي في شارع غزه. درك نديكم برا هكذا باش تعرفوا وين رانا بالتحديد. ها هو المخرج تاع الفندق. هذا الجسر يسموه جسر الكيلو ولا كوبري الكيلو، لانه يبعد 1 كيلو على الحرم. هذا المصلى اللي راكم تشوفوا فيه هذا هنايا، هذا مصلى جاي قبالة المسجد الفندق. هذا اللي راني نوري فيه بيدي، كيما الشوابين الكبار والناس اللي تعجزوا كامل ما يقدروش يجوا يصلوا فيه. وهنايا هذه القبه راهي هذه اللي راني زومي عليها، هذا يسموه مسجد الشجره، بعيد واحد 200 متر ولا مابا على فندق سيف اليماني. نفس الشيء، كاين ناس كبار في السن والناس اللي يخرجوا شويه متاخرين ما يقدروش يهبطوا للحرم. شوفوا الحرم راهو بعيد هنايا قلت لكم 1 كيلومتر تقريبا من هذا الجسر كوبري الكيلو. اما لا يروحوا يصلوا في ذا المصلى ولا في المسجد الشجره. انا مع وكاله بالشرقي دائما للسياحه والاصفار، وهنا رانا في يوم الجمعه، رانا هابطين باش نصلوا الجمعه. شوفوا خاوتي، الجمعه لازم تبكر لها، اقل تقدير نقولوا تروح على 10 ولا 11، هذه كي تتساهل كامل. روح الصباح بكري باش تحكم بلاصه، لانه الوفود تاع الحج المعتمرين والناس راهم يجوا باعداد كبيره الى درجه انك ما تسيبش البلاصه. رانا هابطين في هذه السميشه كما راكم تشوفوا، الجو راه سخون. هذو الناس اللي راهم بالجيليات صفوره ولابسين اللون البرتقالي، هذو عمال النظافه، يخدموا النظافه تاع هذه الطريق اللي رانا نمشوا فيها. هذو المكاتب على اليمين يبيعوا فيهم لي بيس تاع التليفونات. وهذا الحيط الابيض هذا سيباراسيون، على يمينه كاين التوسعه تاع الحرم، التوسعه. هذا الراجل اللي راه بالاخضر ها هو على اليمين، قلت لكم هذو عمال النظافه، خدمتهم ينيتوايو غير ذي الطريق من الصباح لليل، ما يخلوا حتى حاجه، كاغط، ورقه، خيط، جو طابل تاع ما، قرعه تاع ما فارغه، يرفدوا كل حاجه. كذلك في هذه الطريق هذه تصيبوا بزاف الناس يبيعوا، هذوك اللي يبيعوا في الارض السلعه، كان يفرشها غير في الارض ويبيع. ولكن لا بوليس يضلوا يجروا موراهم، دونك ما تصيبهمش دائما. هنايا بعد ما صلينا الفوق في الطابق الثاني ولا الثالث، رانا هابطين في هذا السلم الكهربائي، سلم الملك فهد ولا الملك عبد العزيز، المهم سلم كهربائي باسم ملك من الملوك تاع المملكه. شوفوا الله يبارك، سلم ضخم يرفد المئات من الحجاج في الساعه الواحده، ان لم اقل الالاف. كاين تزاحم كبير ما نقدرش نوصف لكم. وهنا رانا في التوسعه، يعني رانا في الشونطي كيما حنا نقولوا. لو كان تشوفوا البلافون تصيبوا باللي صح الاشغال مازالت باين باللي كاين اشغال، وباللي مازال ما كملوش الخدمه كامل. رغم ذلك الخدمات راقيه ما شاء الله. ابسط حاجه البروده اللي راهي هنا لداخل، صدقوني حتى تبرد، يعني حتى على الرغم انه شونطي شوفوا مفتوح كامل، بصح الداخل البرد بمعنى الكلمه. والهواء يخرج هكذا من واحد الفتحات خاصه، ويخرج معه ريحه المسك، ريحه العنبر. يعني المؤسسه المتكلفه بتبريد الحرم والتكييف تاعو لما تبعث ذاك الهواء البارد تبعث معه المزيج هذا تاع البخور والعطور كامل، تبدا واحد الريحه زاكيه ما شاء الله. شوفوا البلافون هنايا، قلت لكم باين باللي راه كاين اشغال. هنايا كاين عده بيبان للخروج، حنا رانا نتزاحموا هنا في هذا الباب هنا باش نخرجوا. تزاحم يعني تزاحم رحيم كما راكم تشوفوا، مش تزاحم تاع بعد خليني نفوت ولا بعد، لا الناس هكا تساعف بعضها البعض ما شاء الله. بصح كاينه حاجه هنا، شوف كي تحط الخطوه الاولى برا، اول خطوه كيما رانا هكا تضربك السخانه، تدوخك سخانه كبيره برا. جينا مباشره هنايا بعد الجمعه، جينا باش نفطروا، جينا هنا في واحد المطعم، هذا في شارع غزه،
ماهوش بعيد بزاف على الفندق تاعنا تاع سيف اليماني. قلت والله غير نديكم تشوفوا الدوره هكذا واش عنده. بون نبداو. هنايا هذا الدجاج المضبي على الحجر، هذا اللي كاين النار من تحت، النار فوق هذا الحجر الاسود هذا، ومن بعد يحطوا الدجاج مباشره فوق هذا الحجر باش الدجاج يطيب على مهل ولا على اقل من مهلو، والطياب تاعو يكون زين وزاكي هكذا خاوتي. هذا الطاجين الكبير اللي راكم تشوفوا فيه يطيبوا عليه الفطيره، يسموها هما فطيره يمنيه كيما المعارك تاعنا ولا حاجه هكذا، يطيبها ويحطها في الساشي تاع الكاغط ويعطيها لك من يدو ليدك مباشره هكذا خاوتي. انت تطلب كيما تبغي، تطلب خبزه 2 3 4 كيما تبغي. هنايا نعطيكم بعض الاطباق اللي قدمهم. كيما هنايا هذا الطبق اللي على هذا الاول اللي على اليسار، هذا عدس واللي فوقه حمص. هذا ما عرفتوش صراحه، ما عييت نعرف اش هو، ما عرفتوش ما عليناش. هذا ماشطو بالبطاطا والخضره كامل. هذو اجنحه تاع دجاج وصدور الدجاج بلاصوص. على اليمين من الفوق جلبانه باللحم، والتحتاني صلصه تاع اللحم هكذا. هنايا كاين تيزانه خليط تاع بعض الاعشاب وبعض البذور العطريه والنباتات العطريه، الهيل القرفه، المهم فيها شحال من الاخر. ترفد انت واش تحتاج وتدير في كاس وتفتح عليها الماء السخون ثم كيما راك تشوف في هذا المسخن الكهربائي، هذا مجانا، هذا تشرب بعد ما تاكل، يعني خدمه بالمجان. هنايا كاين الصلصات، انا نسميهم كالكو شوز الخضراء، هذه كالكو شوز حمراء، هذه كالكو شوز بيضاء، وكاين كالكو شوز بنيه هاي هنا من الفوق. هنايا هاو الفريجيدار فيه الدجاج في الاكياس واجد، باش غير يديروا له التتبيله ويشوه في الشوايه. هنا احنا صبناها فارغه الشوايه باسكو جينا شويه بعد وقت الغداء، بعد وقت الذروه، ولكن صبنا كل خير الحمد لله. وهنايا المكان تاع الاكل احنا ناكلوا بالقعد. هنايا هاو جاب لنا الطلبيه تاعنا. الطلبيه شوفوا واش فيها هذو 2 خبزات تاع مطلوع ولا معارك ولا كل واحد كيفاش يسميهم، المهم هنا راكم تشوفوا بعينيكم وانتم تسموهم كيما تبغوا. هذه فاصوليا حمراء، لوبيا حمراء. وهنايا طبق تاع ارز بالخضره بالبصل والليمون، ودجاج مضبي على الحجر. الاسعار كيما المعارك هذو ريال، الفاصوليا 8 ريال، والدجاج بالروز 13 ريال. 13 ريال هي المهم الارقام اللي عطيتهم لكم كاع ضربوهم في 6 في 7 كحد اقصى، تعرفش على القيمه بالدينار الجزائري. ودائما كيما العاده المغرف البلاستيكيه والفرشيطه تاع البلاستيك، يعني هذوما اشباح القعده. بعد ما صلينا هنا العصر والمغرب والعشاء، جينا هنايا المشارب تاع زمزم. الماء هنا بارد ما شاء الله، متوفر على مدار الساعه. راكم تشوفوا الناس راهي تشرب، كاين وين ترمي لي جو طابل تاعك لي كوبلي، كاين الناس يشرفوا على النظافه ما شاء الله. هنا رانا من جهه باب الصفا وين يديروا السعي بين الصفا والمروه. كاين هنا واحد الممر، هنا بغيت نوري لكم هذا ممر شغل تحت ارضي، هذا يدي اكرمكم الله للدورات المياه. هنا كي تدخل منا وتطلع في الدرجه من هنا لقدام، تخرج مباشره في الساحات اللي يطلعوك لشارع غزه هكذا خاوتي. دورات المياه راهي على اليمين وعلى الشمال كيما راه ملضواو منا ما صورتهمش دورات المياه. المهم حاجه ما شاء الله بروبر، العدد تاع دورات المياه خير وبركه، الماء متوفر، الاناره، النظافه، كل حاجه، يعني حاجه مقيومه. وهنايا تطلع في الدرج تخرج مباشره. قلت لكم في الطريق سواء تبغي تعاود ترجع للصفا والمروه على يسارك، سواء تكمل مباشره تخرج في الساحات المؤديه الى شارع غزه، يعني باش نرجعوا للفندق اللي دينا منه المصحف كي بدينا الفيديو. المهم خاوتي، انا ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله تاع اليوم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من بعض المعلومات. اسال الله عز وجل ان يمن عليكم بالعمره عاجلا غير اجل، امين يا رب العالمين. شوفوا حاجه غير صغير وراه يعتمر الله يبارك. ان شاء الله ربي يوفقكم اجمعين. واللي عنده اسئله ولا باغي هكذا حاجه نصور له ونفهموا فيها كامل، هذه شرف لي، خدمتكم تسرني كثيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واترككم مع هذه المشاهد الرائعه والبيضاء واللماعه والنقيه والشهيه على قلب عشاق الكعبة.